السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا من جديد في القناة. كنطلب من الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غنشارك معكم هاد المعسلات اللي غادي يكونوا بثلاثة الأشكال اللي هما مختلفين، واللي غنحضرهم معكم بورق الفيلو وبحشوة اللي هي اقتصادية ولذيذة في نفس الوقت. وقبل ما نشارك معكم المقادير والطريقة، غنشارك معكم هنا مجموعة من الصور ديال المعسلات اللي سبق لي وحضرتها معكم، وحضرتها كذلك بهاد ورق الفيلو اللي كنعتبره من بين العجائن اللي صراحة كتنفع بزاف انها تكون حاضرة في البيت. فالصورة الاولى هي الصورة ديال المعسلة الشرقية اللي كتسمى اسوارة الست، والصورة الثانية حتى هي معسلة شرقية واللي كتسمى تاج الملك. وهاد الصورة الأخيرة فهي معسلة اللي حضرتها معكم بورق الفيلو اللي شكلته على شكل الكنافة، واللي عمرته بحشوة اللي كتجي لذيذة بزاف. غنخلي لكم روابط هاد الوصفات كلهم في صندوق الوصف. وقبل ما نبدا معكم المقادير فغنخليكم تسمعوا القرمشة ديال هاد المعسلة. نبداو على بركة الله. فاول حاجه غادي نحضرها معكم هي الحشوه، واللي غادي نحتاج فيها 100 غرام ديال السكر. سكر ثاني ما يعادل اكثر من نصف كاس. غنحضر به كراميل. كنوضعو فوق نار اللي كتكون مهيله، كنتسنى عليه حتى كيبدا يذوب واحد شويه. عاد من بعد كنبدا نحركو بهذه الطريقه هذه حتى كيذوبوا هاد الحبات ديال السكر كلهم. وفي الاخير كنضيف عليه نصف ملعقه من الملح. ومن بعد ما كيذوب مزيان كنفرغه فوق ورق الطبخ، وكنحاول نسرحه بسرعه قبل ما يجمد، وكنخليه على جنب حتى يبرد مزيان ويولي متماسك. وغنحتاج كذلك 500 غرام ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني اللي كيكون محمر. انا هنا استعملت كاوكاو اللي كيكونوا الحبات ديالو صغار، حمرته في الفرن ومن بعد قشرته. فالمذاق ديال هذا الكاوكاو هذا كيكون لذيذ بزاف. هنا من بعد ما قشرته غادي نطحنه مزيان. في الاول غادي نطحنه بوحدو حتى كيولي مهرمش. عاد من بعد غادي نضيف عليه الكراميل او السكر اللي ذوبت معكم في الاول. بهذه الطريقه هذه. هاد الحشوه هذه كتجي لذيذه بزاف، واخا حضرتها غير بكاوكاو، ولكن داك المذاق ديال الكراميل اللي كنطحنوه مع كاوكاو فكيكون مميز. كنستمر كنطحنو مره كنزل هاد الزائد اللي كيكون لاصق في الجناب حتى كنحصل على عقده اللي كتكون متماسكه ونقدروا نشكلوها بهذا الشكل. ومن بعد ما وجدات العقده فغادي نضيف عليه انايا مكون اللي كيبقى اختياري، واللي هو ملعقه كبيره من الحليب المركز المحلى. ممكن هنا تستغناو عليه، ولكن غادي تزيدوا في الكميه ديال السكر، يعني عوض ما ديروا 100 غرام ديال السكر فغديروا من 150 حتى ل 200 غرام. وهنايا غادي نحتاج كذلك الملعقه كبيره من القرفه، واللي كتبقى على حسب الذوق حتى هي، وثلاثة المعالق كبار من ماء الزهر، و100 غرام من الزبده اللي من الافضل انها تكون زبده حيوانيه اللي كتعادل 2 معالق كبار. ومن بعد كنخلط هاد العناصر كلها مزيان حتى كنحصل على عقده اللي كتكون متجانسه بهذا الشكل هذا. هنايا غادي نشكل منهم كرات اللي غادي يكونوا بنفس القياس. كل كره كتوزن تقريبا ما بين 15 حتى ل 16 غرام. ومن بعد ما شكلتهم كلهم فكنحصل على 41 قطعه. كناخذ ثلث من هاد الحشوه هذه وكنشكلها على شكل حريبلات صغار بهذا الشكل هذا. كنغطي الحشوه ببلاستيك غذائي وكنخليها على جنب. ومن بعد كنحضر الزبده اللي غادي نسقي بها هذه المعسله هذه. فكنحتاج 100 غرام ديال الزبده اللي كتعادل 2 معالق كبار. كندوبها فوق نار مهيله حتى كتولي عندي زبده نوازيط، يعني كاع دوك السوائل اللي كيكونوا فيها كيتحرقوا. ومن بعد كنصفيها وكنضيف عليها ربع كاس ديال زيت نباتيه. وغنحتاج العلبه ديال ورقه الفيلو اللي كتباع جاهزه، فكتكون متوفره في المحلات التجاريه الكبرى، وكذلك كتكون متوفره في المحلات اللي كيبيعوا لوازم الحلويات.
النصيحه اللي نقدر نعطيها لكم بخصوص هذه الورقه هذه، فضروري انكم تردوا البال لتاريخ الانتاج ديالها. خاصو يكون قريب للنهار اللي كتشريوها، باش هكا تضمنوا الجوده ديال هذه الورقه هذه، وتلقاوها هكا كتكون طريه وما كتكونش مقطعه من الداخل. وفي بعض الاحيان راه كتلقاوها ناشفه، وكذلك كيبانوا فيها البقع ديال الغموليه. وحاجه اخرى، هاد الورقه هذه فكتكون حساسه بزاف، يعني ما خصهاش تنشف بتاتا. الا مشات حتى نشفات فعفوا كتولي مقرمشه وما كتقدروش مازال تشكلوها كما بغيتو. هنايا كناخذ ورقه واحده، والباقي ديال الورقه كنجمعها في شي زيف، وكنغطي عليها ببلاستيك غذائي باش هكا نضمن انها ما تنشفش. كناخذ هاد الورقه وكنقسمها على 3. كناخذ واحد الثلث، والباقي راه كنغطيه بالبلاستيك الغذائي باش ما كتنشفش. وباش نحصل على خطوط اللي كيشبهوا الكنافه، غادي نمررها في هاد الاله اللي كتكون خاصه بالسباغيتي، وفي الاخير كنحصل على خيوط بهذا الشكل هذا. كناخذ الحشوه اللي كنت شكلتها على شكل حريبلات، كنمررها في الماء ديال الزهر باش تثبت عليهم هاد الخيوط هادي. كنبقى نلفهم بهذا الشكل هذا، والطرف الاخير ديال هاد الخيوط هادي كنقطعها باش يجيوني مفينين، وكنعاود نثبتهم بالماء ديال الزهر. كنستمر بنفس الطريقه، فكنقطع ورقه بورقه وما كنقطعهمش كلهم. ففي هذه الحاله الا قطعتهم كلهم وحطيتهم قدامي فغادي ينشفوا وما غاديش نقدر مازال نتحكم فيهم. ودائما هذا الطرف الاخير كان فيني، يعني كنقطعه وكنثبتو بماء الزهر بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للشكل الثاني فكناخذ الورقه كنطويها على 2 وكنقسمها، وعاد من بعد كنقسمها على 4. يعني كل ورقه كنحصل فيها على 4 ديال المستطيلات بهذا الشكل هذا. كناخذ واحد المستطيل، والباقي ديال الورقه كنغلفو ببلاستيك غذائي باش ما ينشفش، وكندوزو في هذه البلاصه اللي كتكون خاصه بالطاغلياتيل. وفي الاخير كنحصل على خيوط بهذا الشكل هذا اللي كيكونوا شويه عراض. وبنفس الطريقه كناخذ كره من الحشوه، كنغطسها في الماء ديال الزهر، ومن بعد كنغلفها بهاد الخطوط هادو بهاد الطريقه هذه. وفي حاله ما تبتوش ليا هاد الاوراق فكنستعن دائما بشويه ديال ماء الزهر، وكنثبت بها هاد الاطراف ديال هاد الخيوط هادي. كنستمر بنفس الطريقه، وكل مره كتسالي ليا كيساليو ليا هاد الخيوط هادو فبطبيعه الحال كنقطعهم، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد الثلث هذا ديال الحشوه. ومن بعد غادي نحضر معكم الشكل الاخير. كناخذ هنايا 2 اوراق ديال ورقه الفيلو، كندهنها مزيان بالخليط ديال الزبده والزيت، ومن بعد كنطوي هاد الورقه هذه كنطويها على 2. كنعاود كندهن هاد الجهه هذه مزيان، وفي الاخير كنطويها الطيه الاخيره، وبهكا كنحصل على 8 ديال الطبقات، وكنعاود كندهن هاد الجهه الاخيره. وباش نشكل معكم الشكل الاخير فغنستعن بهاد القوالب الفرديه. كناخذ قطعه اللي كتكون كبيره على هاد القوالب، كنقطع بها دائره وكنوضعها في وسط من القالب بهذه الطريقه، وكنوضع قطعه من الحشوه، وكناخذ قطعه اللي كتكون صغيره على القطعه الاولى كنقطع بها حتى هي دائره، وكنحاول نشكل منها وريده بهذا الشكل هذا اللي كنوضعها في وسط من العقده. والصوره عفوا راه كتشرح الطريقه مزيان. كنستمر بنفس الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي بقات ليا من الحشوه. وبالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم فجاتني قد يعني الكميه ديال العقده جاتني نيشان قد الكميه ولا الوزن اللي كيكون في هاد العلبه هذه ديال ورقه الفيلو، واللي هو 470 غرام. ومن بعد ما كنكملهم كلهم فكنكون مستفى الشكلين الاولين في الطاوله اللي كنكون دهنتها بشويه ديال الزبده. وفي الاخير كندهن هاد الشكلين بجوج بالخليط ديال الزبده والزيت، كندهنهم مزيان بهاد الكميه هذه كلها.
ومن بعد ما كندهنهم كندخلهم الفرن اللي كيكون مسخن من قبل على درجة حرارة 150. الفرن كيكون شاعل من الفوق ومن التحت. وبالنسبة اللي عندها فرن الغاز فغتشعل عليهم غير من الأسفل على نار اللي كتكون مهيلة حتى كيتحمروا، عاد تشعل عليهم من الفوق. كنأكد أن النار خاصها تكون مهيلة باش يطيبوا بالخاطر ويجيو مذهبين وما يتحرقوش، لأن هاد الورقة كتكون رقيقة بزاف ودغيا كتحرق. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفرن. انا هنايا خليتهم بردوا واحد شويه، لذلك سخنت العسل اللي كنسقيها بهم. ودائما هاد المعسلات اللي كنحضرهم بورق الفيلو، فمن بعد ما كنعسلهم كنحط الطاوه في الفرن اللي كيكون باقي دافي وكيكون مطفي بطبيعه الحال. كنرجعهم للفرن باش هكا يتشربوا مزيان هاد العسل ويتبت عليهم. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما بردوا وتشربوا مزيان العسل. بالنسبه لهاد المعسلات كنفضل دائما نسقيهم بالعسل، فالمذاق ديالو كيعجبني اكثر من المذاق ديال القطر. وفي الاخير كنوضعهم في الكويغطات وكنزينهم بشويه ديال الورد البلدي وشويه ديال كاوكاو مهرمش من الفوق وشويه ديال الورق الذهبي. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم فكتوضعوهم في بواطه اللي كتكون محكمه الاغلاق، يا اما تحتفظوا بها خارج الثلاجه فكيبقاو مقرمشين، او لا تدخلوهم لمجمد وبهكا كيبقاو عندكم مده طويله. والوقت اللي تحتاجوهم تخرجوهم واحد نص ساعه من قبل بما يديكونجلاو. وكنكون وصلت لنهايه الفيديو، كنطلب من الله يعجبكم وحتى الفيديو اخر ان شاء الله.